السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. بص صاحبي، انا اتمنى انك انت تكون بتذاكر من الاخر كده، يعني عشان خاطر انا الكلام اللي انا بقوله ده هو مهم جدا والله. طيب احنا اتعلمنا المرة اللي فاتت ايه؟ اتعلمنا المرة اللي فاتت اللي هو ازاي بنكتب السنتاكس بتاع السي اس اس. النهارده احنا عايزين نتعلم حاجة من اهم حاجات انت ممكن تستخدمها في السي اس اس، اصلا هتستخدمها على طول في السي اس اس اساسا. تمام؟ اللي هو ايه؟ السيلكتورز. تمام؟ انت مش هينفع تكتب كود سي اس اس اصلا من غير السيلكتورز ده هو. من الاخر. طيب السيلكتورز دوت يا اما ايه؟ يا اما انت بتكتب العنصر نفسه، بتجيب العنصر نفسه من ال HTML، بتكتبه بتحطه في ال CSS وبتعمل له الستايل بتاعك. يا اما انت بتعمله عن طريق الاي دي، يعني انت لو مديله اي دي هناك في ال HTML بتيجي برضو تنسقه عن طريق الاي دي، يا اما انت بتنسقه عن طريق الكلاس. تمام؟ مديله انت كلاس في ال HTML وبتيجي تنسقه عن طريق الكلاس. يا اما انت برضو يا صاحبي عايز بقى تنسق كل العناصر في ال HTML بتاعتك، فبتعمل ايه؟ الاول. طب الكلام ده هو عايزين بقى ايه؟ نطبقه بروقان. طيب اول حاجه خالص هنروح نفتح ال HTML بتاعنا. تمام؟ وتعالى نعمل open with live server. فتح الموقع الرايق بتاعنا الجميل ابن الناس المحترمين. طيب بص يا صاحبي بقى، ركز معايا واعمل لك كوبايه قهوه كده ولا كوبايه شاي وتعالى لي، عشان خاطر احنا هنطول وهنعيش مع بعض شويه. طيب بص يا برنس، دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ انا دلوقتي عندي الاتش 1. طب انا عايز اديه تنسيقات الاتش 1 ده. هاجي هنا كده واقول له والله يا اتش 1، انا عندي في الاتش 1 هقول له ايه؟ انا عايز الكلر بتاعه يبقى ايه؟ يبقى ريد. فبالتالي هيعمل ايه؟ ادى الكلر بتاعه يبقى لونه ريد، يبقى اللون بتاعه يبقى لونه ايه؟ يبقى لونه ريد. طيب حلو قوي. طب افرض انا عندي كمان اتش 1، 2 اتش 1 كمان، فبالتالي هيديهم نفس الايه؟ نفس التنسيق. طب افرض دلوقتي انا عندي اتش 1 وبدل ده يبقى مثلا باراجراف. تمام؟ يبقى ده كمان باراجراف، فبالتالي مش هيدي له ايه؟ التنسيق دهوت. انا بس نشيل ده كده عشان ما يلوش لازمه. التنسيق دهوت، فبالتالي ايه؟ انا عايز برضو الباراجراف ده ياخد نفس تنسيق الايه؟ الاتش 1. هعمل ايه؟ هاجي هنا يا صاحبي كده واقول له ايه؟ واقول له الباراجراف وادي له ايه؟ وادي له الكلر بتاعه يبقى باللون الريد. آه. طب هنا برضه عمل لي. طب أنا إذًا عندي أكواد متكررة. بُص يا صاحبي، أنا عايز أعلمك بقى حاجة تاخدها قاعدة كده في حياتك من هنا لغاية لمّا يرث الله الأرض ومن عليها. تمام؟ إيه هي بقى الحاجة دهيّة؟ إن طول ما أنت الكود بتاعك متكرر يبقى أنت في حاجة غلط، حاجة مش مضبوطة. طول ما الكود بتاعك بيتكرر أو في تكرار في الكود بتاعك يبقى في حاجة مش مضبوطة في الكود بتاعك. طب ليه بقى يا صاحبي أنا باقول الكلام دوّة؟ عشان خاطر ده أنت هتشيله وهتيجي أنت عايز إيه؟ أنت عايز تدّي الباراجراف والاتش 1 نفس التنسيقات. انا قلت ايه؟ الباراجراف والاتش 1. وانا قلت ايه؟ انا قلت يعني ايه؟ يعني كوما، حرف الوا كده. تمام؟ تمام يا صاحبي. طيب انا هتعمل ايه؟ تمام؟ هتقوم جاي انت قايل له والباراجراف، فبالتالي هيجي الرايق بتاعنا. احنا وفرنا الكود بتاعنا، وفرناه في ايه؟ في سطر كود واحد بس، وعملنا ايه؟ عملنا نفس التنسيق. ماشي يا رايق؟ ماشي يا رايق. يبقى انا دلوقتي لو عايز انسق العناصر الاتش 1 او الباراجراف اللي في الملف ال HTML، فبديهم ايه؟ التنسيقات واحده بالطريقه دي. تمام يا رايق؟ تمام يا رايق. طيب دلوقتي مثلا افرض انا عايز ايه؟ انا عندي باراجرافين 3 4 كده. تمام؟ وعايز مثلا الباراجراف اللي هو مثلا وليكن CSS بروجكت اللي هو ده، عشان نميزه. ده بالظبط ان انا عايز اخلي لونه احمر والباقي كده ما يبقاش لونهم احمر. فانا هعمل ايه؟ هدي ده كلاس. فبالتالي ايه؟ هقول له والله كلاس هسميه ايه؟ هسميه ايا كان ايه الكلاس، هسميه مثلا بي مثلا، او نسميه اي حاجه يا عم، نسميه ام يا عم. ام كده، مش هتفرق والله العظيم. طيب عشان بس انا مش فاكر كلاسات دلوقتي. تمام؟ تمام. طيب ماشي. انا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج ان انا اروح هنا كده واقول له والله انا عايز الكلاس، العنصر اللي الكلاس بتاعه اسمه ام. هعمل ايه؟ هقول له والله الدوت ايه؟ واقول له واقول له الكلر بتاعه يبقى لونه مثلا ايه؟ جرين. تمام؟ جرين، جرين كده. تمام؟ فهتلاقي ايه؟ طبق على العنصر بس ده عن طريق الكلاس بتاعه. طب هل ده، طب افرض دلوقتي لو انا رحت دلوقتي هنا كده وشلت الكلاس دهوت وحطيته هنا، هيطبق برضو نفس الكلام على ايه؟ على اللي بعده. لا يا صاحبي. طب افرض انا عايز دهوت وبس، ده وبس، انت هتعمل ايه؟ والله انت هتيجي تقول له يعني مثلا دلوقتي لو انا عندي
ان انا ده وبس. هتيجي تعملوا ايه؟ هتيجي تقول له والله يا صاحبي انا عايز ده وبس، يبقى هتيجي هنا كده هتشيل الاثنين دول كده، وهتيجي هنا كده وتبدل كلمه كلاس وتخليها بكلمه ايه؟ اي دي. تمام. طيب انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل هاش وتحط الايه؟ الاي دي بتاعك، فبالتالي هيطبق على ده وبس. طب يا عم مصطفى ما انا لو شلت ده وحطيته هنا هيطبق نفس الكلام. هقول لك اه يا صاحبي بس مش في كل البراوزرات، مش في كل ايه البراوزرات، في البراوزرات الحديثه بتطبق الكلام دوت، لكن ده كسيمانتك وكستايل غلط. ما ينفعش تدي عنصر اتنين عنصر اي نفس الاي دي، لانك انت اصلا كده كده لما تيجي تشتغل اساسا شغل الجافا سكريبت والكلام ده كله، ده اصلا لما تيجي تعمل الايفنت بتاعك او السلكت بتاعك في الجافا سكريبت اصلا هيطلع معاك ايرور لو انت يعني انت عندك اتنين بنفس الاي دي. تمام تمام. طيب طيب دلوقتي افرض دلوقتي انا عايز احدد الباراجراف اللي الاي دي بتاعه كذا، او الكلاس بتاعه كذا. يعني مثلا ايه؟ مثلا انا عندي مثلا باراجرافات كتير قوي، فعايز اقول له والله الباراجراف اللي واخد كلاس ام دوت اللي تديله تنسيقات، مش اي حاجه وخلاص. يعني مثلا ممكن انا اجي هنا كده وهاجي كده واقول له والله ده انا عندي اتش 1 واخده ايه؟ واخده نفس الكلاس، فبالتالي هيطبق على اتش 1 اهو. لا انا عايز اقول له الباراجراف اللي واخد كلاس اسمه يا رايق، اسمه فهقول له هنا كده ايه؟ الباراجراف دوت، يعني هاجي هنا كده اهو، هقول له بي دوت على طول ما اسيبش مسافه، دوت يبقى هو هيطبق فقط على الباراجراف فقط، مش هيطبقه على ايه؟ على اتش 1، مع ان الاتش 1 واخد برضه نفس الكلاس، بس هو مش هيبص له، هيبص على مين؟ على الباراجراف. تمام يا رايق؟ تمام يا رايق. يبقى احنا كده فهمنا ازاي بحدد عن طريق الاليمنت تاج بتاعته، او عن طريق الكلاس، او عن طريق الايه؟ الاي دي. طب افرض انا عايز كل العناصر دي تكون لونها جرين، هعمل ايه؟ هل بقى انا هاجي هنا كده لو انا مثلا لو انا هنا عندي بدل ده، يعني مثلا انا عندي ده اتش 1 وده باراجراف، وعندي مثلا اي لينك مثلا، والاي لينك مثلا مكتوب فيه جوجل مثلا، وعندي سبان، وعندي مثلا سبان مثلا مكتوب فيها هيلو. تمام. ايا كان ايه بقى الايه الكلام ده هو. تمام. طيب دلوقتي طبعا انا عايز اعمل بي ار عشان خاطر ايه؟ يفصل ما بينهم كده. تمام تمام. كمان واحد بي ار. طيب دلوقتي انا عايز بقى العناصر ده كلها تاخد ايه؟ لون واحد. هل انا بقى هاجي هنا كده واقول له والله ده الباراجراف والسبان والمش عارف ايه لا، انا فعلا عايز كل العناصر تاخد نفس الستايل. هقول اول دي معناها ايه؟ يعني كل العناصر هتكتب شيفت وحرف الثمانية هيعمل لك كل العناصر هتاخد ايه؟ الكلر بتاعها هيبقى باللون ايه؟ الجرين. تمام يا رايق؟ تمام يا رايق. طيب افرض دلوقتي يا صاحبي، ركز بقى معايا في اللي جاي عشان اللي جاي ايه؟ تقيل قوي. طيب ماشي. دلوقتي يا صاحبي انا عايز مثلا، انا عندي ديف، حلو كده، سيبك بقى من الهكس ده كله. انا عندي دلوقتي ديف. تمام. ديف اهي فيها مثلا باراجراف. تمام. فيها مثلا باراجراف لوريم 5 مثلا او 4. تمام. طيب باراجراف يتكرر مثلا كمان، وده ايه؟ وهكذا. طيب انا دلوقتي عايز انسق الباراجراف اللي جوه الديف. واحد هيجي يقول لي يا عم مصطفى ما تيجي انت من لسه قايل من شويه هات الباراجراف، وقوم جاي حاطط له كده ارزعه له، قول له ايه؟ كلر وايه مثلا بلو مثلا. تمام. فهقول له يا ابني انا عايز انسق الباراجراف اللي جوه الديف، هيقول لي اهو. هقول لك لا يا صاحبي، انت دلوقتي افرض لو انت عندك باراجراف بره هنا كده بنفس الحاجه دي كده، ما هيطبق عليه نفس الكود. تمام اهو. هيطبق عليه ايه؟ نفس الكود يا صاحبي. لا انا عايز اللي جوه الديف دول اعمل ايه؟ هنا بقى يجي دور بقى السلكتور اللي جوه السلكتور. هعمل ايه؟ هقول له والله انا عندي ديف جوه الملف. جواك ايه؟ جواك دي معناها ايه؟ معناها سبيس، يعني خش جواك سبيس. هتلاقي عندك باراجراف اديله اللون ده هو، يبقى هو هيطبق فقط مين على مين؟ على اي عنصر باراجراف داخل مين؟ داخل الديف. تمام يا رايق؟ تمام يا رايق. طيب ماشي. طب افرض دلوقتي انا عملت له ايه؟ انا قلت له بوم وحرف البي. ده معناه ايه؟ معناه ان انا هطبق على الباراجراف الاولاني، يعني اول عنصر باراجراف، اي عنصر باراجراف
بداخل الديف بس الابن المباشر. يعني ايه الابن المباشر؟ يعني دلوقتي يا صاحبي، انا دلوقتي انا دلوقتي اهوت مثلا ده ديف، ده الايه الاب الكبير البيرنت الكبير، وده الابن بتاعه اللي تشايلد المباشر لمين؟ للديف. يعني مين الاب بتاع الباراجراف ده؟ الديف. ومين الاب بتاع الباراجراف ده؟ الديف. طب دلوقتي لو انا عندي يا صاحبي اتش مثلا 3 وعندي جواه المعلم ده، مع ان ده طبعا ده غلط يعني في السيمانتك، كسيمانتك غلط تمام، ما ينفعش تعمل كده. فهو ايه؟ ما طبقش على ده، مع ان يا مصطفى انت قايل ان الديف جواك كذا. ليه ما طبقش بقى؟ مع ان برضو ما هو اهو يعني الباراجراف جوه الديف. هقول لك يا صاحبي انا ما قلتش اللي جواك، انا قلت اللي جواك مباشره. طب هل الباراجراف ده جواه مباشره؟ لا، ده الباراجراف ده الاب بتاعه الاتش 3، والاتش 3 الاب بتاعه مين؟ الديف. يبقى مش جواك مباشره، يبقى هنا هيطبق على ايه؟ على اول عناصر يلاقيها جوه الديف مباشره. ركز معايا بقى عشان خاطر ايه؟ تشتغل شغل احترافي. طيب دلوقتي يا صاحبي انا عايز دلوقتي ايه؟ حتى لو انت لاحظت هو طبق ايه الكود اهوت، لان هو قال لك جوه الديف هتلاقي اي عنصر باراجراف جوه الديف طبق عليه. ما قلتلوش بقى ايه؟ ما قلتلوش الاب المباشر ومش الاب المباشر والكلام ده، انا عايز اي باراجراف داخل الديف طبق عليه، فهو شاف الباراجراف ده طبق عليه. تمام. طيب افرض دلوقتي انا عملت بلس. بلس دي معناها ايه يا صاحبي؟ بص هيعمل ايه. خد الاخير. طب الاخير ده هوت معناه ايه بقى؟ هل ده الاخير ده بره الديف؟ يبقى هنا معناه بلس ايه؟ معناها انك انت اي باراجراف خارج الديف. طب اي باراجراف؟ لا مش اي باراجراف، ده الابن الاول باراجراف بعد الديف طبق عليه الكلام ده هوت. اول باراجراف بعد الديف هتلاقيني ايه؟ هتلاقيني هنا ده الديف. بعد الديف هتلاقي باراجراف عندك، اول باراجراف خلاص طبق عليه الكلام. ما لقيتش باراجراف ما تطبقش. يعني مثلا ده لو قبل ده اتش 3 مثلا وحطيت فيه اي كلام كده بالمنظر ده، هل هيطبق الكود؟ لا مش هيطبق الكود. ليه؟ انا قلت له ان اول باراجراف هتلاقيه بعد الديف طبق عليه الكود بتاع الايه البلو. فلو شلت ده كده وحطيت مثلا ايه ديف هنا كده وسبتها فاضيه، هل هيطبق؟ طبعا هيطبق، لان ده ديف وقلت له ايه بعد الديف هتلاقي باراجراف، يبقى ايه طبق عليه ايه الكود يا رايق. فنان فنان فنان، اقسم بالله السي اس اس ده يعني ترويق مزاج من الاخر كده. انت اقعد العب بالاكواد بالاخر كده. طيب يا صاحبي دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ طيب دلوقتي احنا محتاجين نرجع الاكواد تاني. طيب دلوقتي يا صاحبي افرض دلوقتي انا عايز اي باراجراف بعد الديف، مش اول باراجراف بس، لا اي باراجراف بقى بعد الديف. هعمل ايه؟ هشيل البلاس ده يا صاحبي واحط علامه الهايفن، يعني شيفت وحرف الزال علامه الهايفن هيقول لك اي باراجراف بعد الديف. يعني لو انا خدت ده كمان، يعني بص صاحبي، يعني انت لو شلت ده وحطيت بلس وحطيت هنا كده كمان ديف، مش هيطبق. مش هيطبق، هو بس بياخد اول ايه اول عنصر. طيب يا صاحبي لو انا دلوقتي شلت ده وحطيت علامه الهايفن هياخد اي ايه؟ هياخد اي عنصر بعد الباراجراف في حرف الايه اللي هو اي عنصر باراجراف بعد ايه؟ بعد الديف. كل العناصر كل العناصر. تمام يا رايق. تمام يا رايق. خلاص يا صاحبي بقى، خلاص انا بصور فيديو دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. طيب ماشي. البصل ب 10 جنيه. المهم يا صاحبي دلوقتي فدلوقتي هو طبق ايه؟ طبق الفكره بتاعت مين؟ الهايفن دلوقتي. تمام تمام. بس كده يا صاحبي ده كل ايه؟ ده كل الفكره بتاعت ايه؟ السلكتورز والحاجات دي كلها. طب انت بقى هتستخدم الهايفن، هتستخدم البلس، هتستخدم الاكبر من والاصغر من، الكلام ده كله يا صاحبي على حسب مشروعك، عشان انا بعلمك الحاجات. انت مش هتستخدم الهايفن دي، انا ما استخدمتهاش خالص في حياتي. تمام. ولا البلس ما استخدمتهاش برضه. بس صاحبي يعني ممكن تستخدم الايه طبعا اللي انت تستخدمه اكتر حاجه اللي هو ده اللي هو السبيس، والبلس قصدي الاكبر من ممكن تستخدمها في بعض المشاريع. طب انا ليه بشرح لك الكلام اللي انت مش هتستخدمه دهوت ليه؟ عشان خاطر يا صاحبي لما تقرا او تروح ملف وتلاقي فيه الكلام دهوت يبقى انت فاهم يا صاحبي وابن ناس. تمام تمام. وبرضه يا صاحبي يعني سهل على الناس، يعني مش لازم تعمل بقى بلس والحاجات دي كلها، لان في ناس ممكن ما تكونش عارفه الكلام ده اصلا. فاهم قصدي يا صاحبي؟ بس صاحبي يا رب الدرس يكون برنس ورايق. اشوفك الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاكر يا صاحبي ذاكر. سلام.